يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. حابه اشارككم فيديو النهارده مختلف خالص. زي ما انتم شايفين نزلت الاول كده السوق، قلنا نشتري الاول حاجتنا ونتسوقها مع بعض ونشوف الاسعار ايه. اللهم بارك كده. زي ما انتم شايفين عندنا ده سوق الخميس، بيبقى شغال كل يوم في اسماك طازه جدا جدا. ده سوق الخميس الجديد يا جماعه، بالنسبه للجماعه اللي هم قريبين مننا او اخواتنا او متابعين اللي معايا من مطريه. خلاص. البولتي الصغير ده الكيلو ب70 جنيه، والمكرونة البلدي برضو الكيلو ب70، والبوري البوري الكبير ب120، وفي بوري وسط شوية ب110. بس احنا اخدنا البوري اللي هو الحلو الكبير، خدناه على 110. فصلت طبعا معاه، كان بيقول ب120. دي المكرونة بقى، بقول له لا ما تحطليش المهرية دي، قال لي لا والله مش مهرية، دي فيها بطاريخ. جبنا برضو كيلو مكرونة، الكيلو على 70 جنيه. هو ده بقى البوري، بص اللهم بارك كده، تحفة. ده البوري يا جماعة اللي هو بيتعمل في سيخ الكبير ده. جبت وحديتين كده قلنا نشويهم. وجبنا البولتي جبته على 68 جنيه، كان بيقول ب70. ما شاء الله والله ناس محترمة جدا جدا وبتفاصلي معاهم وناس ذوق قوي. بص بقى ده الصبيط وبيتباع بالكيلو برضو، والسردين، وما شاء الله عندهم اسماك طازة قوي قوي، يعني هتاخديها وانتي مغمضة. بص رحت بقى كده اشتريت البوري. بعد ما خدت بقى المكرونه نضفته بالمره، قلت له نضفه لان الوقت طبعا مش هنلحق، ويا دوبك احنا هنروح من السوق هنروق، وكنا هنعمل عصاير ونقف نعمل الاكل. وقف بقى نضف. كيلو المكرونه بينضفه ب2 جنيه، وكيلو السمك بينضفه ب2 جنيه برضه. قلت له لا نضفه، احنا نعيد عليه تنظيف في البيت. ده كده بقى اديته وحدتين البوري يشويهم، بس ما جوش الا بعد الفطار. كده بقى كنا احنا مروحين، وصلنا البيت بالسلامه. خلاص كده بقى ايه، ادي البولتي وادي المكرونه. البوري زي ما قلت لكم انا سبته بقى في السوق يتشوي، اخد 10 جنيه على شوي السمكتين. فاتاخر بصراحه، يعني فضلنا حطينا الاكل وخلاص، المغرب اذن وقاعدين بناكل، وجيه كمان يمكن احنا كنا قربنا نخلص اكل. مسكت بقى البوري، طبعا هو متنضف، مسكته بقى البولتي اقصد. مسكته بقى بالفرشه كده من قلبه من جوه، بغسله غسله كويسه جدا، لازم الفرشه علشان بتشيل اي حاجه فيه. وبرده بعيد عليه جرد تاني كده بالسكينه، لو في قشره ماسكه ولا اي حاجه بحب اجردها يعني علشان يبقى نظيف. زي ما انتم شايفين كده هاخده تحت الميه الاول وهغسله واحده واحده. وتعالوا بقى نعمل له دقه وتتبيله روعه. اهو ادي المكرونه برده غسلتها وخليتها زي الفل. بصوا قلبها نظيف جدا جدا، والزوايد اللي فيها بشيلها بالمقص. اهم شيء بالفرشه كده بمسك قلبها، ولو لقيتها مش مفتوحه قوي بروح فاتحاها بالسكينه وبعيد عليها تنظيف تاني. هو منضفه وفاتح قلبها، بس لابد ان انت في البيت تظبطي برده وتشطفي الحاجه. كده بقى كانت سلفتي حطت باذنجان كده هنشوي نعمل بابا غنوج جنبيه. معايا بقى توم، معايا فلفل احمر، معايا فلفل اخضر. والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، والكبه ما رضيتش تشتغل. بصوا اهي حلفت والله، قالت مش هشتغل. مسكت بقى الهون وقعدت دقيته في الهون واحده واحده كده. حطيت بقى ايه، حطيت ملح، حطيت كزبره ناشفه اساسي للسمك. الكمون ده اساسي جدا للسمك وكتري منه. وحطيت ملح وكمون وكزبره ناشفه بس وخلاص. ومعايا 4 ليمونات عصراهم او 5 ليمونات، لان طبعا انا عندي السمك اللهم بارك يعني كميه برضو. وهحط معلقتين كبار من الخل الابيض. يبقى فلفل وتوم وملح وكزبره ناشفه وكمون وليمون وخل ابيض بس خلاص. دي الدقه بتاعتنا كده جاهزه. مسكت بقى كده السمك هغلفه من قلبه كده، هحشيه من قلبه كده بالدقه ديت. وبعد كده الله يفيض هروح مقلبه بيه السمك كله. طبعا السمكيه يا جماعه وسط، فعشان كده انا مشقتهاش من النص فاتحه كده او فاتحه كده. ان هي السمكيه مش كبيره قوي، مش محتاجه ان انت ايه تاخديها فاتحه او فاتحه من هنا، علشان بس ما تنشفش منك في التحمير. بس كده كنت تبلت بقى السمك كله. هبدأ بقى اجيب السمك المكرونة بقى واتبله بالمرة. وصل معايا في الفيديو لغاية هنا يا جماعة، دعموني باللايك، بتمنى تدعموني باللايك. حطوا لايك يا جماعة، تقريبا بتشاهدوا الفيديو بتنسوا تحطوا اللايك. والله اللايك مش بفلوس، حطوا لايك تقديرا لتعبي. بس قلبته بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبه بقى يشرب ويتشرب من الدقه دي علشان يبقى متملح كده وقلبه زي الفل. تعالوا بقى نعمل عصاير الصوبيا. الصوبيا بتاعتنا نص الشفشق ميه، ونص الشفشق حليب او لبن بلدي او بخيره الموجود عندك. وحطيت السكر طبعا 3 4 معالق سكر كده، و3 4 معالق صوبيا.
انا اسفه التليفون رن. زي ما قلت لكم كده، نص الشفشق ميه ونص الشفشق حليب، وحطي السكر و3 معالق كبار من الصوبيا، هتلاقي الصوبيا معاكي مظبوطه وزي الفل. بقى هعصر كل الصوبيا زي ما انتم شايفين كده، وهحطها في الدورق دوت، وهتدخل طبعا التلاجة. معانا برضو فراوله هنعصرها، احنا عاملينها مع بعض قبل كده. انا بحب احط الفراوله صوبيا، لو حابه تحطي لبن حطي تمام، بس ما فيش لبن حطيناه في الصوبيا هنعملها بالصوبيا. احط لها معلقتين صوبيا كده وبنضربها في الخلاط. تعالوا بقى نعمل ايه، رز الصياديه. هعمل معاكم رز الصياديه بطريقه حلوه جدا جدا هتعتمديها. طبعا حطيت شويه زيت، ومعايا 3 بصلات او 4 بصلات حلوين كده. كتري له البصل، رز الصياديه بيحب البصل كتير. اخرط البصل بقى تخريط ناعم. بس كده خلاص. هقلب بقى البصل كده لغايه ما البصله بتاعتي تاخد لون وتصفر وتبقى كويسه معايا. حمري البصله حلو، ما تغمقهاش قوي علشان ما تمررش منك. معايا بقى على العين التانية كده حطيت طاسة كده، هكرمل معلقتين من السكر. اللهم بارك، انا عاملة 2 كيلو رز، انت تعملي كيلو رز كرملي معلقة سكر واحدة. خلاص. او معلقة كمان ما يكونش مليانة، نص كيلو رز حطي نص معلقة برضو سكر. بصوا بقى، هنا الكاميرا كانت فصلت، انا السكر معايا اتكرمل ونزلت عليه بمية سخنة على البصلة. خلاص. زعلت والله بجد لما لقيت الكاميرا فصلت كده. حطيت رشة كمون ورشة فلفل اسمر، وحطيت الملح بتاعي وظبطته، وغسله حوالي كيلو وشويه من الرز، كيلو ونص كيلو وربع في الحدود دي. نزلت بقى بالرز كده على الميه غليت طبعا، نزلت بالرز. وبعد كده حط ظابطه ملح وكل حاجه. اول ما بيغلي غلوتين كده على النار بنهدي النار، بتشرب على نار هاديه. تعالوا نعمل بقى الكفر بتاع السمك. حطيت حبه دقيق، حطيت 3 معالق كبار من النشا، حطيت معلقه كبيره من الكركم ورشه كمون. خلاص بهرت كده الدقيق. حطي كركم كده بيخلي السمك بتاعك ياخد لون دهبي حلو قوي. قلبت بقى الدقيق بالنشا بالكركم بالكمون كويس. وتعالوا بقى نغلف السمك بتاعنا علشان ياخد كفر. هنبدا نقلب ايه بالمكرونه الاول. زي ما معوداكم انا بحب ابرم المكرونه كده في قلب الدقيق، بحيث بتلمي بطنها، ما تيجي تحطيها في الزيت بطنها ما بتبقاش معاكي مفتوحه، تحسي ان انتي بتاكلي جمبري. والله بجد السمكيه بتبقى مقفوله وحلوه قوي. بس كده بقى برمت المكرونه كلها زي ما انتم شايفين، ومعانا الطاسه على النار حطينا الزيت. الزيت بتاعنا يقدح ويسخن، هننزل بالسمك. تعالوا بقى كده نشوف الرز بتاعنا اتشرب ولا ايه اخباره. بصوا ما شاء الله، حبة رز عسل. ايه رأيكم في لونه وجماله بقى وريحته؟ جربي كده تكرملي له معلقة سكر، بجد تحفة. انا زعلانة قوي ان الكاميرا فصلت، بس انا عملته معاكم كتير. بس بالنسبة لاخواتنا وحبايبنا الجداد ما شافوش، ان شاء الله برضو نعمله مع بعض تاني. لو حابين اعمله لكم حلقة لوحده هعمله لكم. اول ما المكرونة بتاخد لون دهبي بقى كده، بروح قلبها على الجنب التاني. ما تنشفيش المكرونه قوي، يا دوبك يبقى لونها، بصوا اصل المكرونه عامله زي الجمبري، ما بتاخدش سوا كتير، في ثواني على طول كده وتطلعي. بس خلاص كده. طبعا جبت بقى صينيه وعليها مناديل مطبخ، هطلع عليها بحيث ان هي تشرب الزيت. وبعد كده هنحطه في اطباق تقديم. حاولي وانتي بتحطي السمك المكرونه في الطاسه ما تمليش الطاسه قوي، علشان تعرفي تتحكمي فيها وتقلبيها، علشان ما يتهريش منك. انا هنا كنت زودت شويه في الطاسه، فعشان كده بقيت اعمل بحذر، علشان السمكيه في سمكيه اتكسرت في سمكيه كده. فيعني حاولي ما تكتريش قوي، لان السمك المكرونه ده حساس قوي في القلي. بس كده خلاص بقى، بدأت عفرت برضو السمك البولتي بالدقيق. وبعد كده هبدأ اقليه زي ما انتم شايفين، بياخد لون من هنا بروح قلبها على الوجه التاني. وجبت اطباق تقديم، حطيت في كل طبق حبة سمك مكرونة، علشان احط شوية سمك مكرونة وشوية سمك بولتي جنب بعض في الطبق. بس كده خلصت كده الكمية كلها، اللهم بارك. وطبعا كانت سلفتي قطعت طبق سلطة خضار. وانا بقى كده ايه، مسكت الباذنجان قشرته بعد ما اتشوى بنغطيه، علشان لما تيجي تقشريه القشره تشال معاكي بكل سهوله. اكمخيه كده وغطيه شويه. وبعد كده جبته خلاص هرسته بالهراسه بتاعه البطاطس. هحط بقى طحينه، معلقتين طحينه كده. هحط حبه زيت. هحط معلقه صغيره من الثوم المفروم ورشه كمون والملح، مش هحط زياده عن كده. هو ده بابا غنوج. هقلب بقى كده كويس، اقلبه كويس جدا جدا، واجيب اطباق واحطهم في الاطباق. بس كده معانا بابا غنوج جاهز.
وهنحط شوية زيت كده على الوش كده بحيث إن هم يلمعوا وشه شوية، وبعد كده عود بقدونس كده تجميل للطبق. انتوا عارفين إن العين بتاكل قبل أي حاجة. بس كده خلاص. وادي السمك بتاعنا جاهز بالمرة. تعالوا بقى نشوف نصب العصير بتاعتنا. هنصب الصوبيا مع بعض، اقلبها بقى تقليبة كده كويسة، وبعد كده نصب العصير. بس كده. وهنصب برضو الفراولة. انا ما عملتش الفراولة معاكم بس عملناها كتير مع بعض. جربي تعملي الصوبيا كده نص الشفشق مية ونص حليب، و3 معالق كبار من الصوبيا على الشفشق بتاع الخلاط. هتظبط معاكي جدا جدا، وهتشربي احلى كوباية عصير صوبيا. وادي الفراولة بالصوبيا برضو تحفة، وحاطه لها حتة بنجر بتخلي طعمها جميل جدا وتزود من قيمتها الغذائية. وده كان فطارنا النهاردة. يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم وبتطلعوا مستفيدين من فيديوهاتي. اتفضلوا معانا الفطار. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.